السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى بركة الله نبدأ نقول بسم الله. جبت لكم خواتاتي طبق جزائري اللي هي سفيرية. أنا جبت طرف تاع دجاج فخد ولا اللي عندكم، بصل مقطع رقيق والحمص كنت مش مخاطة دايرتها في الكونجيلاتور. كيما العادة نقلو هذاك الدجاج تاعنا مع البصل ونديرو الحمص ونديرو برقه بيضه لي زيبيس غير ملح وحرور وشويه قرفه. على بالي خواتاتي كاع هاد الطريقه تعرفوا ديروها. وعندي الخبز البايت ها ولا راكم تشوفوا فيه. جبت شمخته، انا شمخته في الماء، كاين اللي تشمخه في الحليب، كي يتشمخ غايه كيما راكم تشوفوا نعصروه. كي نعصروه نرجعوا نوريكم الطريقه خواتاتي تاع السفيريه. عصروه غايه من الماء، ديروا اي نوع تاع فرماج. انا درت فرماج غابي، فرماج مثلثات، اي نوع تاع الفرماج يكون عندكم، ماشي مشروط نوع معين. ندير لها شويه لا شابليغ قد واحد نص كاس كيما هكا. والملح ما نديروش باسكو علاه الفرماج مالح، الخبز ديجا مالح، ولا شابليغ ثاني مالحه. لا شابليغ خواتاتي انا الخبز اللي يبقى لي نحمصه ونطحنه ونديره في الفريجيدير، كي نستعمله نجبد وندير منه. ندير له 3 حبات بيض، كاع تجيكم جاريه ولا ما تخافوش نزيدوا لا شابليغ. اللي تبغي دير البصل دير، كيما انا ولادي ما يبغوش البصل في السفيريه درتها لهم بلا بصل. واللي تبغي دير تاني خواتاتي المعدنوس دير، هذا الشيء اذواق واختيار. انا درت غير الخبز والفرماج والبيض. كما قلت لكم كاع تجيكم جاريه ولا ما كاش مشكل زيدوا لها لا شابليغ. نروح على الوصفه خواتاتي تاعنا. خبز في خبز بايت مشمخ، خبز محمص ومطحون. هذا هو القوام خواتاتي اللي نحصلوا عليه. شمخوا يدينا بشويه تاع ماء، نحاولوا نكوروها كيما هكا ونرمدوها في لا شابليغ. كما قلت لكم خواتاتي شمخوا يديكم بالماء ما تلصقلكمش ونرمدوها في لا شابليغ. نزيد معكم حبه واحده اخرى. سهله توجد بالخف، ما تدي لكم وقت ما والو. تبغوا تكبروا الحبه تكبروها، تبغوا تصغروها تصغروها، هي في كلا الحالتين. كي طيب تنتفخ شويه. انا نكمل كيما هكا خواتاتي نرجعوا للقليه. راكم تشوفوا خواتاتي انايا قليت هذاك الفخذ تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا، والبصل درت له شويه حميصه ومرقتها. والمرقه دائما تاع السفيريه تكون بيضه. خواتاتي راكم تشوفوا هذوك لي بولات تاع الخبز كاع نحمروهم. كي تحمر خواتاتي راكم تشوفوا نقلبوها على الجهه الزوجيه تحمر لنا. انا نكمل كيما هكا ونرجع لصحن التقديم ان شاء الله. هذا هو الشكل النهائي خواتاتي تاع السفيريه. راكم تشوفوا كي جات ما شاء الله. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والسلام عليكم وصحه فطوركم.